السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلناها وهنقولها وهنفضل نقولها، لا يصح إلا الصحيح. الصح معروف والغلط معروف. مجلس إدارة النادي الأهلي الموقر عندما قرر التعاقد مع إمام عاشور كان الكلام ده غلط، وقلنا يا جماعة ساعتها الكلام ده غلط. بغض النظر، إمام عاشور لعيب كبير، كواليتي عالي، لعيب جامد جدا، خدناه من بقهم، خدناه من بطنهم، الكلام اللي بيتقال ده. بس القرار نفسه غلط، لان امام عاشور طلع سب وشتم في رمز من رموز النادي الاهلي، ومش اي رمز، هو اكبر رمز عندنا، الكابتن صالح سليم رحمه الله عليه. بتمر الايام وتمر الاحداث وبيثبت لك مع الوقت ان اللي بيقول الاهلي فوق الجميع، ودي مقولة احنا بنطبقها على النادي الاهلي او على اي حد ينتمي لمنظومة النادي الاهلي فقط لا غير، وان احنا اهم حاجه عندنا مصلحه النادي، واهم حاجه عندنا مبادئ النادي. ولما جه امام عاشور النادي الاهلي بدانا نستخدم المقوله دي ونقول طالما ان هو اعتذر في يوم من الايام على اللي حصل منه، سواء من ضرب كابتن من كباتن النادي الاهلي وليد سليمان، او من شتيمه رمز من رموز النادي الاهلي كابتن صالح سليم رحمه الله عليه، بتمر الايام ويمر الزمن وبتتكرر او بتفضل الوصمه دي وصمه عار عندنا في تاريخ النادي الاهلي. ليه؟ بمنتهى البساطة، هفضل اقولها واعيدها، الصح معروف والغلط معروف. بمنتهى البساطة، مروان حمدي لاعب بيراميدز شتم، مش رمز بقى من رموز النادي الاهلي، شتم اهم حاجة في النادي الاهلي، الا وهو جمهور النادي الاهلي، اللي من غيره النادي الاهلي لا شيء. ومش بس عشان النادي الاهلي من غير جمهور لا شيء، اي نادي في الدنيا من غير جمهور لا شيء. جمهور النادي الاهلي هو رقم واحد في النادي الاهلي عبر التاريخ، اهم من صالح سليم، اهم من حسن حمدي، اهم من محمود الخطيب مع حفظ الالقاب للجميع، اهم من اي حد، اهم من محمد ابو تريك، اهم من اي حد. جمهور النادي الاهلي اتشتم من مروان حمدي، وعدت وفاتت ومحدش بص عليها. يمكن مجلس اداره النادي الاهلي رفع شكوى للجهات المختصه للتحقيق في الموضوع واتخاذ الاجراءات، وده عادي. الموضوع يعني عند الجهات المختصه، هم اللي يبصوا فيه براحتهم، وهيردوا اكيد ويطلعوا بقرارات اكيد اجلا ام عاجلا. مش ده موضوعي بقى. موضوعي ان في لعيب في النادي الاهلي، دي تاني غلط، اخطاء جسيمه. خالد عبد الفتاح بيعمل اخطاء جسيمه والله. المره الاولى طلع في احد البرامج التلفزيونيه واتسال، اعتقد من الكابتن احمد شوبير، قال له تلعب في الزمالك؟ قال له اه طبعا، الزمالك نادي كبير، واي لعيب في الدنيا يقدر او يكون ليه الشرف اللي هو يلعب فيه حاجه زي كده. اه طبعا تصريح منطقي يعني، بس مش منطقي وانت بتلعب في الاهلي. زي بالظبط كده لو جيت سالت لعيب في نادي الزمالك تلعب في النادي الاهلي وهو على قوه نادي الزمالك، ما ينفعش يقول اه طبعا العب في النادي الاهلي. ما ينفعش. في حاجات ليس كل ما يعرف يقال زي ما بيقولوا. غلط وعدت واتنست عشان هو منسي. هو مش متشاف اصلا. لعيب كوره بالنسبه لنا احنا مش متشاف، لعيب عادي جدا بيلعب على فترات، مستواه مش اللي هو الواو، مستواه عادي جدا. باك رايت تعبان، اسف يعني تعبان جدا، مستوى فني قليل قوي. بيلعب مساك نوعا ما احسن شويه، انا بستريح له شويه كمساك عشان امكانياته الفنيه مش عاليه. هو بيتنسي وهو منسي لان هو مش حاجه، هو مش فيجر. هو مش فيجر في النادي الاهلي، هو عادي جدا، بني ادم عادي جدا. مشي مش فارقه، اتصاب مش فارقه، لعب مش فارقه، قعد مش فارقه، قام مش فارقه. خالد عبد الفتاح، اتحدث عن خالد عبد الفتاح. ظهر علينا خالد عبد الفتاح من يومين بتهنئه لمروان حمدي، بيقول له كل سنه طب يا اخويا، حاجه كده من الحاجات اللي هي الكيوت الروشه بتاعتهم دي. مروان حمدي اللي شتم جمهور النادي الاهلي، اللي هو اعظم من اعظم رموز النادي الاهلي واهم من اهم رموز النادي الاهلي. النادي الاهلي هو جمهوره. مروان حمدي شتمه على مرأى مسمع من الجميع، والبي طالع يقول له كل سنه وانت طيب. خد بقى الادهى من كده، ان مجلس اداره النادي الاهلي، وانا بقولها لك على مسؤوليتي الشخصيه، غصب على مروان على خالد عبد، بنسى اسمك حتى، على خالد عبد الفتاح الاعتذار. طب انت بتعتذر على ايه؟ طالما انت ما غلطتش فبتعتذر ليه؟ سقطه للمره الثانيه، سقطه من لعيب بيكرر خطأ جسيم. انا ما اعرفش الراجل ده ما بيركزش في الكلام اللي بيقوله، ولا ما بيفكرش قبل ما يتكلم، ولا ما بيفكرش قبل ما يكتب تهنئة، ولا ايه. وسبحان الله، هتلف الايام وتدور الايام وتعرف يا مجلس ادارة النادي الاهلي انك كنت على خطأ كبير
لما جبت امام عاشور النادي الاهلي هو شتم رمز من رموز النادي الاهلي، والنهارده عندك لعيب من جوه بيتك، من جوه بيتك عندك لعيب بيقول لعيب تاني شتم اكبر واهم رمز في تاريخ الاهلي هو جمهوره، شتمه بالام واحد واحد على مرأى ومسمع من الجميع، بيقول له كل سنه وانت طيب يا اخويا. هتتصرفوا ازاي؟ عشان تعرف ان التصرف الغلط بيلف ويدور، وهتفضل وصمة عار، وهتفضل مشكلة كبيرة هتلاحقنا الى ان يرث الارض الله ما عليها بقى، ولا ان يشاء الله بقى. هنشوف بقى مش هتخلص على ايه. بس غلط، غلط. واللي بيدافع ويطبل ويقول لك لا اصل هو اعتذر كامام، يعني على امام عاشور اصل هو اعتذر ومفيش مشكله وخلاص بقى معانا وابننا والكلام ده كلام تطبيل كله، وانا ما بطبلش. للاسف الشديد، للاسف الشديد اللي بيحصل في الانضباط او الاجراءات الانضباطيه اللي المفروض ياخدها النادي الاهلي او مجلس اداره النادي الاهلي المفروض تكون اقوى من كده. اشوفكم فيديو تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.